أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم المتجدد دائما أستاذ وكتاب. أستاذ وكتاب برنامج عبر قناة التعليم العالي الفضائية التي تسعى دائما من أجل نشر الثقافة ونشر العلم في كافة ربوع العالم. أهلا بكم في هذه الحلقة والتي سأتناول فيها بإذن الله تعالى كتابا آخر من ضمن سلسلة كتب لي. هذا الكتاب هو الصورة الفنية عند علي بن الجهم. الصورة الفنية عند علي بن الجهم. العنوان كما تلاحظون حضراتكم أنه يتناول الصورة ويتناول الشعر. هناك صورة في الشعر، هناك بلاغة في الشعر، ولشاعر قل ما تحدث عنه الأدباء وقل ما تحدث عنه النقاد، وهو شاعر مجيد من شعراء العصر العباسي، اسمه أبو الحسن علي بن الجهم ابن بدر ابن ناجية، وكانوا ينادون بأسماء أمهاتهم في هذه الأوقات. بداية، الشاعر علي بن الجهم شاعر عباسي، وطالما أنه شاعر عباسي يجب أن نقف وقفة عند العصر العباسي، ذلك العصر الذي يطلق عليه العصر الذهبي للأدب العربي، العصر الذي امتلأت مكاتبه بالكتب والذخائر والنفائس من الآداب والأشعار وكل الأشياء التي تفيد الثقافة وتفيد العلم. من المعروف أن الدولة العباسية بدأت سنة 132 هجرية وسقطت للأسف سنة 656 هجرية، يعني ما يعادل 1258 ميلادي. وبسقوط الدولة العباسية انهارت أركان الأمة العربية. لماذا؟ لأن العراق وكانت مركز الخلافة، وبغداد تحديدا هي كانت مركز الخلافة، وحينما تسقط الخلافة العباسية إذا انهارت وسقطت الخلافة العباسية سنة 656 هجرية على يد المغول. هولاكو حينما جاء بجيوشه ومدافعه وحاصر بغداد وأباد من أباد في بغداد وحرق الكتب، وآه بغداد وآه على تلك الكتب التي أحرقت، وتلك الكتب والذخائر النفيسة التي رميت في نهر دجلة ونهر الفرات، لدرجة أن هناك من يؤرخ لهذه المأساة بأن الخيول كانت تمر فوق هذه الكتب لتعبر إلى الشط الآخر. فانظروا كم كان حجم تراث العرب آنذاك، كم ضاع من تراث العرب حينما جاء المغول سابقا، والمغول أيضا في العصر الحاضر حينما أبادوا العراق. وانظروا إلى العراق. بغداد كانت تسمى كعبة الأدباء ودرة الأشقياء. العراق كانت منارة للعلم، لم نتعلم النحو إلا من العراق. مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، هاتان المدرستان المشهورتان تعلمنا منهما الكثير والكثير. لذلك وفي هذا العصر أصبحت الثقافة وقد أخذت زخما فكريا رائقا تجلى في الإبداع،
تجلى في الثقافة، تجلى في الشعر، تجلى في الكتابات الأدبية الراقية التي رأيناها في العصر العباسي. أبو عثمان بن بحر الجاحظ العصر العباسي، المتنبي، أبو تمام، أبو العلاء المعري، هؤلاء الأعلام تعلمنا منهم الكثير. هم كانوا في العصر العباسي، هذا العصر الذي تميز بالعلم، تميز بالثقافة، تميز بأشياء كثيرة كانت وراء النهضة العربية التي حدثت للأمة العربية في ذلك العصر. لذلك لا بد وأن نذكر، ومن باب الإنصاف، أهم الأشياء التي أدت إلى زيوع الثقافة في العصر العباسي، انتشار الثقافة في العصر العباسي. حينما نتحدث عن العصر العباسي يجب أن نتحدث عنه بإجلال. هذا العصر الذي استفاد من العصور القديمة، استفاد من الحضارة الهندية. ونتذكر كليلة ودمنة لابن المقفع من أين أتى بها، أصلها هندي، كتبها بيدبة الفيلسوف الهندي، ثم نقلها إلى الفارسية طبيب كسرى أنوشروان، ثم نقلها ابن المقفع من الفارسية إلى العربية. عندنا الفلسفة اليونانية القديمة أفادت الأمة العربية خاصة في هذا العصر، هذا العصر الذي فيه من الترجمات الكثير والكثير، فيه من العلم الكثير والكثير. الثقافة الهندية وصلت إلى الأمة العربية، الثقافة الفارسية، كل هذه الثقافات كانت سببا، والفارسية أكثرهم كانت سببا في إسراء الثقافة في العصر العباسي. من ضمن الأسباب التي جعلت للأدب دوره وجعلت للعلم دوره حب الخلفاء والأمراء، يجب أن نتعلم منهم حب الخلفاء والأمراء للعلم، واحترامهم للعلم، واحترامهم للشعر، وتقديرهم للشعراء، لدرجة أن أبا جعفر المنصور، هذا الرجل الذي كان يحفظ القصيدة من أول مرة، انظروا كيف يكون الحال إذا كان الحاكم محبا للعلم. كان يحفظ القصيدة من أول مرة، وكانت لديه جارية تحفظ القصيدة من ثالث مرة، وكان لديه غلام يحفظ القصيدة من المرة الثانية. فقال للشعراء: من يأتيني بقصيدة لم أحفظها من قبل؟ فكل الشعراء جاءوه بقصائد عدة، ولكنه بعدما يستمع إلى هذه القصيدة يقول لهم: إنني أحفظها، لأنه يحفظ القصيدة من أول مرة. ويقول أيضا: لم أحفظها فحسب، ولكن هذا الغلام يحفظها أيضا، ويكون الغلام قد سمعها مرتين. وأيضا الجارية وتقول قد سمعتها 3 مرات. إلا أن هناك شاعرا وكاتبا مغمورا اسمه الأصمعي أراد أن يعرف ما السر في هذا الأمر، فكتب لأبي جعفر المنصور قصيدة رائعة يتغنى بها الناس في الوقت الحاضر. القصيدة هي صوت صفير البلبل. لماذا كتبها الأصمعي؟ كتبها وبها أشياء فيها نوع من الغموض حتى لا يستطيع أبو جعفر المنصور أن يحفظها. كتب الأصمعي، انظروا إلى الثقافة والحالة الثقافية، كتب الأصمعي يقول: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا كزهر لحظ المقل، وأنت يا سيدي لي وسيدي وموللي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال: لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت: لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت لي حين كذا: انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على 3 كمشية العرنجل، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل. فبهت
أو جعفر المنصور، ولم يستطع أن يقول له إنني أحفظها. وكانت هذه عبقرية من قبل هذا الشاعر. أنا اختصرت القصيدة نظرا لضيق الوقت، ولكن ما أريد أن أعلمه لحضراتكم الجو العام الذي نشأ فيه علي بن الجهم، شاعرنا الذي نحتفي به هذا اليوم عبر هذه القناة الغراء، قناة التعليم العالي من التلفزيون المصري. علي بن الجهم درسته في هذا الكتاب، ودرست الصورة الشعرية لديه. لماذا؟ لأن علي بن الجهم تميز بميزات عديدة، وهي التكرار في شعره. كان لديه تكرار في الشعر، وهذا التكرار لا يؤدي إلى ضعف على الإطلاق، بل إنه يؤدي إلى تنميق صورة من الصور، يؤدي إلى إظهار محسن بديعي رائق. إذن التكرار عند علي بن الجهم كان من أجل وظيفة بلاغية استطاع أن يظهرها لنا هذا الشاعر المغمور علي بن الجهم. لماذا درست هذا الشاعر؟ هناك أسباب عديدة لدراسة شاعر بهذه القوة. الشاعر الذي تميز بالثقافة والأدب وقوة النفس والكرم والجود يجب أن يدرس. هذا الشاعر من أول سبب عرفته لديه كان سبب من أجل دراسته، وهو أنه لم يتكسب من شعره على الإطلاق. كان يكتب الشعر من أجل الشعر، كان يكتب الشعر من أجل حبه للغة العربية. هذا أول سبب من الأسباب التي جعلتني أدرس هذا الشاعر. أسباب أخرى عديدة، أن الذي حقق ديوان علي بن الجهم هو الشاعر السوري خليل مردم بك، رئيس قسم اللغة رئيس مجمع اللغة العربية في الخمسينيات من القرن الماضي، مجمع اللغة العربية السوري. هذا الرجل حقق ديوان علي بن الجهم، وحقق ديوانا آخر وهو ديوان ابن حيوس، ولكن خلونا مع ديوان علي بن الجهم. أوصى الشاعر خليل مردم بك بأن علي بن الجهم شاعر يجب دراسته ويجب معرفته، لأن شعره فيه من الميزات وفيه من الصور ما يجعل الباحثين يتهالكون على دراسته. وكان هذا هو السبب الثاني من أسباب دراستي لعلي بن الجهم. سبب آخر وهو أن ديوان علي بن الجهم نفسه لم يكن موجودا في الأمة العربية، بل موجود في مكتبة الإسكوريال بإسبانيا. طيب كيف وصل هذا الديوان إلى الشاعر خليل مردم بك؟ وصل إليه عن طريق أحد الأساتذة، وهو الدكتور عبد العزيز محمد الأهواني عما أتذكر. كان يستقصي البحث في إسبانيا في الأدب المقارن، فأهداه نسخة من هذا الديوان. وبالفعل قام خليل مردم بك بعمل مقدمة طويلة لهذا الديوان الذي يعتبر من أهم دواوين الشعر لدى الأمة العربية. وعلى الرغم من ذلك قلما تحدث عنه الأدباء والنقاد. من الأسباب الأخرى التي جعلتني أدرس هذا الشاعر أن لديه قصيدة تسمى المحبرة في التاريخ، وهي أرجوزة من الأراجيز. والأرجوزة كما تعلمون هي قصيدة طويلة
يظل الكاتب أو الشاعر يسرد فيها أحداثا طويلة عبر زمان طويل. فكانت أرجوزة علي بن الجهم هذه في التاريخ بدأها من أيام من أول آدم عليه السلام حتى العصر العباسي، وسنأتي للحديث فيها بإذن الله تعالى. كل قصائد علي بن الجهم تستحق الدراسة بكل المناهج وبكل المقاييس. له عيون من الشعر العربي، يقول في إحدى قصائده: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولكن زدنا جمرا على جمري، سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة السمر، وقلنا لنا نحن الأهلة إنما نضيء لمن يسري إلينا ولا نقري. شعر علي بن الجهم شعر قوي تميز بالسليقة والطبع العربي الأصيل، فهو كان من خراسان، منبع من منابع العلم والنور. في أشعاره طرافات كثيرة. نأخذ طرفة أو طرفتين من أشعار علي بن الجهم. هناك قصة طريفة تقال دائما حينما يتحدث عن علي بن الجهم. هذه القصة باختصار، طبعا هي مذكورة في كتب الأدب وكتب التاريخ وكتب تاريخ الأدب. يقال حتى نعي ونعرف الثقافة والعلم، وكيف كانت المغازلة حينما يغازل شاب فتاة. كيف كانت المغازلة؟ كانت ثقافة، كانت علما. كان هناك رجل يجلس على جسر في بغداد عاصمة الحضارة، فمرت امرأة وهي تسير، فقال لها شاب: رحم الله علي بن الجهم. فردت عليه هذه المرأة وقالت: رحم الله أبا العلاء المعري، وتركته وسارت. ثم وقف هذا الرجل وانتبه. هناك قولان: رجل يعاكس امرأة تسير في الطريق، رجل يغازل امرأة بهذا الكلام. فسار وراء هذه المرأة فتبعها شرقا وغربا وراءها حتى وصل إليها، فقال لها: والله لو لم تقول لي ماذا يقصد هذا الشاب بعلي بن الجهم فضحتك. فقالت له: يقصد بعلي بن الجهم قوله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وقصدت أنا، المرأة التي تحكي بقى، وقصدت أنا من قول أبي العلاء المعري قوله في الغزل: فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال. انظروا يا أحبابي إلى المغازلة، إلى الثقافة، إلى العلم، إلى الشعر في حاضرة بغداد. الحضارة، الأدب، كل هذه الأشياء هي عوامل من عوامل الرقي ونهضة الأمم. هذه طرفة من الطرف التي تقال في حضرة علي ابن الجهم. طبعا وهناك طرفة أخرى تقال فيه أيضا، ويجب أن نذكرها من باب الإنصاف. يقال إن علي بن الجهم أتى من البادية، وحينما جاء من البادية جاء إلى المتوكل آنذاك، فدخل على المتوكل وهو خليفة المسلمين،
يريد أن يقول فيه شعرا. فماذا قال علي بن الجهم؟ قال مادحا المتوكل، قال له: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا، من الدلى كثير الذنوب. انظروا إلى هذه الألفاظ التي جاءت في شعر هذا الرجل. فهمت حاشية المتوكل بقتل علي بن الجهم: ماذا تقول في أمير المؤمنين يا علي؟ فقال المتوكل، وكان لديه بعد نظر: اتركوه، تعال يا علي، من أين جئت؟ جئت من مكان الفلان الفلان. فعلم المتوكل أن عليا هذا جاء من البادية، ومن المعروف أن البادية يوجد فيها الكلب للحراسة، يوجد فيها حياة البادية، حياة الصحراء. فعلم أن هذه الألفاظ هو التي يعرفها ويحفظها ولم يجد غيرها، فأمر بأن يكون له بيت على نهر دجلة، وأن يكون هذا البيت تحوطه الخضرة من جميع الجوانب، حتى يرى الناس ويعيش مع الناس، ويرى الحسان، ويرى المياه الجميلة العذبة والبيت العذب. فجاءه علي بن الجهم بعد 6 أشهر قائلا له وفي حضرة هؤلاء الموجودين بجوار المتوكل، قال له، أنشده القصيدة الطويلة، القصيدة الرائعة. قال له: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. تحول علي بن الجهم من درجة إلى درجات، نظرا للمكان والبيئة التي عاش فيها علي بن الجهم. بعض الصور الجمالية التي عند شاعرنا علي بن الجهم يقول: هناك موقفان أتمنى أن أتحدث فيهما. المتوكل كان قد حبس علي بن الجهم نظرا لوشاية وشي بعلي أمام المتوكل. فعلى عادة الشعراء يستحضر الشاعر فتاة يتحدث إليها وتتحدث إليه. لما حبس أول مرة، لما حبس ولما خرج من الحبس، لما حبس علي بن الجهم قال شعرا. ماذا قال؟ قالت حبست، قالت له حبست، قالت حبست، فقلت ليس بضائر حبسي، وأي مهند لا يغمد. انظر إلى الصورة، ليس هناك عيب أن أحبس، أي سيف لابد أن يدخل في غمده وفي جرابه. هذه صورة. صورة أخرى: أو ما رأيت الليث يألف غيله، يألف بيته، يحب بيته، الليث الأسد بيحب بيته، كبرا وأوباش السباع تردد، والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد. كأنه هو الشمس التي تضيء القمر. انظر إلى هذه الصور البديعة، وانظر إلى مشهد آخر. أمر المتوكل بأن يصلب علي بن الجهم في خراسان مسقط رأسه. فماذا قال علي بن الجهم حينما صلبوه طوال النهار أمام أعين الناس منزوعا عنه الثياب؟ ماذا قال علي بن الجهم؟ قال: نصبوا بحمد الله ملء أعينهم شرفا وملء صدورهم تبجيلا. هل كان إلا الليث، انظر الليث هناك والليث هنا، هل كان إلا الليث غادر غيله؟ هو الأسد غادر المكان بتاعه. لما يخرج الأسد من المكان بتاعه هل هيتركوه؟
وضعوه في حديد وقفص من حديد. طيب هناك صورة وهنا صورة. صورة أخرى غاية في الجمال والروعة، يقول فيها: ما عابه أن بز عنه ثوبه فالسيف أهول ما يرى، الله، ما يرى مسلولا. السيف بيكون عظيم لما ناس تشوفه كده قدام عينيها يلمع بريقا. ما عابه أن بز عنه ثوبه فالسيف أهول ما يرى مسلولا. هناك السيف كان في الغمد وهو كان في الحبس، هنا السيف خرج للنور. في كلتا الحالتين صورتان عظيمتان أتى بهما شاعرنا علي بن الجهم. كنت أتمنى أن أكمل الحديث عن هذا الشاعر الجميل والرائق، ولكن الوقت قد داهمنا. وها هو ذا دكتور عزوز علي إسماعيل يحييكم من قناة التعليم العالي عبر برنامجكم المفضل بإذن الله تعالى، أستاذ وكتاب. شكرا لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.